ده جلاش بالكريمة، حاجة كده في منتهى الجمال، تحسيه كده تشوفيه من بعيد تقولي عامل زي صباع المحشي. اهلا بيكم، منورين دايما قناة يومك اجمل مع ام فارس. لو لسه اول مرة تشوفيني ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزلك على طول. اول خطوة هنا بقى عندي جبت نص كيلو لبن، عليهم 3 معالق من السكر ومعلقتين من الكريم شانتيه واربع معالق كبار من النشا. قلبت كل المكونات دي مع بعضها ورشة من الفانيليا. قلبي بقى نص كيلو لبن كده مع النشا علشان يدوب كل ده على البارد. ضربته كده بالمضرب ورفعته على النار وايدك شغالة فيه على طول علشان ما يكلكعش معاك. انا عايزاه يبقى القوام بتاعه كريمي كده، ايدك فيها على طول علشان ما تكلكعش. خلاص كده طفيت عليها النار، كده القوام بتاعها مظبوط. وكمان لما بتبرد بتبقى كمان تقيلة معايا علشان انا عايزة الكريمة تكون تقيلة. هقول لكم انا عايزاها تقيلة ليه دلوقتي. هجهز بقى الشربات بتاع الجلاش. سبت بقى هنا الكريمة كده على جنب تبرد لحد ما بردت خالص، وجبت كده كيس حلواني او كيس من بتاع التلاجة وفضيت كده جزء منه وسبته كده على جنب خالص لحد ما اخلص. طبعا الشربات عملت كوباية من المية على كوباية من السكر، وحطيتهم على النار ونص عصرة ليمون ورشة من الفانيليا. 5 دقايق بالظبط يا دوبك الشربات يغلي وطفي عليه علشان انا عايزة السيرم يكون خفيف ويكون بارد معايا. هنا جبت بقى نص كيلو جلاش ولفيته كده في اي فوطة عندك او اي حاجة نظيفة علشان وانتي شغالة فيه ما ينشفش معاكي. وجبت الصينية ودهنتها كده بفرشة من السمنة، ودي سمنة بلدي سيحتها علشان اعرف اشتغل بيها. جبت كده ورقة واحدة كده من الجلاش ودهنت كده الورقة كلها، يعني مش عايزة مكان يكون مفيهوش سمنة. وطبقت كده طرف كده من الجلاش علشان يبقى يتحمل الحشو معايا. بعد ما بعمل الكريمة زي ما انتوا شايفينها كده بقوم مطبقة الجزء ده عليه علشان يلزق معايا كده في السمنة واعرف ان انا الف رول. زي ما انتوا شايفين بيتلف كده بكل سهولة خالص. عايزة تستخدمي ورقتين من الجلاش عادي مفيش مشكلة، بس انا كنت عايزاه اعمله واحد عشان يبقى كده سمكه رفيع ويكون خفيف. حطيته كده في الصينية بس للأسف طلع العمود كده طويل على الصينية. عادي قصيت قطعة منه ومش برميها، يعني بحطها في مكان تاني. اعمل معاكم كمان واحدة اهو. جبت الورقة كده من الجلاش ودهنتها كلها بالفرشة زي ما انتوا شايفين، ما خليتش مكان فاضي عشان يبقى معاكي كده من جوه مورق ويكون مستوي معاكي حلو. الكريمة اهو ضفتها كده وتلف كده يتلازق في بعض اول قطعة وتتكي عليها بصباعك كده من قدام، وبعد كده لف الورقة عادي رول معاكي خالص اهو شايفين. والقطعة الزايدة دي بقوم رايحة قصاها. انا قلتلك بقى الكريمة تكون معاكي سمكها جامد علشان وانت بتطلعيه من الفرن او هو بيستوي ما يكونش الكريمة باظة كده وطلع معاكي من الجلاش. انما لو عملتيه خفيف طبعا هيطلع معاكي من قلب الجلاش وهيبقى مش حلو خالص. خليه تقيل شوية، زودي النشا بتاعك حسب النشا، يعني بيبقى فيه نشا. يعني انا استخدمت هنا 4 معالق كبار من النشا، ممكن اجيب نشا واحط منه 5 أو 6 معالق حسب نوع النشا. وانا استخدمت على النص كيلو جلاش نص كيلو من اللبن. لو هتستخدمي كيلو من الجلاش تستخدمي كيلو من اللبن عشان الحاجة ما تفضلش معاكي يعني وتهدري. فنص كيلو لبن هيكون مظبوط معاكي خالص مع نص كيلو جلاش. لفيت بقى الكمية كلها كده رول زي ما انتوا شايفين، وطبعا القطعة اللي بتفضل بحطها كده حوالين الصينية. طبعا والله ما شاء الله خفيف جدا في الاكل وطعمه جميل وهيعجبك جدا. والكريمة بجد طالعة ما شاء الله عليها. ضفت لها المعلقتين كريم شانتيه بتودي الكريمة في مكان تاني خالص، بتدي لها طعم حلو قوي. لو ما عندكيش كريمة ممكن تضيفي كده معلقتين او 3 من القشطة، طبعا بتدي طعم جميل برضو جدا للكريمة. دي الكمية بقى عملت الصينية دي ما شاء الله، عملت معايا يعني كمية حلوة قوي نص كيلو. علشان وانت جايبه الجلاش ما تستقليش ان انت جايبه نص كيلو، لا ما شاء الله نص كيلو بيعمل كميه كويسه.
وبعدين احنا في رمضان ومتهيأ لنا ان احنا بناكل يعني كتير، بس بالعكس والله النص كيلو يعني بيأكل لو عندك عيلة يعني او عندك عزومة. حاولي برضو ان تمشي الامور برضو علشان الظروف بقت الايام دي ربنا اللي عالم بها، فكل واحدة تعمل على قدها وما تهدرش حاجة، لان احنا في رمضان واللي بيتبقى ما بيتاكلش تاني يوم، فلازم كده نمشي واحدة واحدة على قدنا. وطبعا كل يوم ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات كمان عن الحلويات كلها. كده خلاص خلصت الصينية كده. هجيب بقى السمنة اللي معايا كده بالفرشة على وش الجلاش كده من فوق، عايزة اخليه كله من فوق يندهن كده بالسمنة. شايفين ما شاء الله، شايفين القطعة اللي متقطعة دي اللي كانت فاضلة من العواميد اللي انا عاملاها. طري جدا بسبب ان انا لفيته كده في فوطة، فضل معايا من اول ورقة لحد اخر ورقة، وما شاء الله عليها بالطراوة بتاعتها زي ما هي. هنا بقى لازم اقطعه قبل ما ادخله الفرن، قطعيه بقى صوابع طويلة او قصيرة زي ما انت حابة. طبعا الوقت مشغلة الفرن، ما بياخدش سوا كتير معاكي، حسب برضو الفرن ودرجة الحرارة عندك، لان هو سمكه رفيع. شايفين بسم الله ما شاء الله حاجة كده في منتهى الجمال. طبعا انا كنت مصورة الصينية، بس مش عارفة الفيديو بتاع التصوير الصينية اتحذف ليه. شايفين والله ما شاء الله وانت بتاكلي كده ما بتحسيش ان انت مصدومة او تقيلة عليكي، لا والله بالعكس خفيف جدا. وهتجربيه وتتبعي الطريقة بتاعتي وهتدعيلي عليها. وانا حاطاه في الطبق كده تحس ان انت حاطة طبق محشي، يعني شايفين الجمال. صوابع ما شاء الله عليها والطريقة ممتازة ومفيش بعد كده حلاوة. واول ما تخرجيه من الفرن السيرم يكون خفيف ويكون على البارد، والجلاش يكون سخن. يا ريت يا بنات بقى، محتاجة ممكن انك تشيروا الفيديو كده وتعلقولي كتير، علشان نفسي كده ان انا اقدم لكم كل يوم فيديو واعمل لكم حاجات كتير كتير، بس ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. جربيه بقى كده في العزومة وكل اللي معزومين عندك هينبهروا بيه. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، واستنوا فيديو جديد من قناة يومك أجمل مع أم فارس. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان أي فيديو جديد ينزلكوا على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.